في مدربين كده طماعين، يعني الفلوس بالنسبه لهم نمبر 1. جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، نقول السابق ولا اقول ايه مش عارف، من النوعيه دي من المدربين. الزمالك اتاخر عليه شهرين 3 شهور بالظبط، يعني عشان نكون عندنا دقه في الكلام، في انه ياخد مرتبه. في نفس الوقت جاله عروض، منهم عرض من نادي الفتح السعودي وفق الاعلام السعودي، وجريده الشرق الاوسط اخر حاجه نشرت واكدت ان جوميز المدير الفني للزمالك قام بالتوقيع رسميا لنادي الفتح السعودي، وان يترتب على كده فسخ تعاقده مع الزمالك. امبارح الزمالك كابتن حسين لبيب رئيس النادي راجع منتشي من الجمعيه العموميه، خلصانه بقى، ولا في نوش ولا في وجع دماغ، عارفين الميزانيه واللي حصل والتسريبات والهري والكلام اللي على السوشيال والقضيه اللي اترفعت ببطلان الجمعيه وكل الكلام اللي حصل قبل الجمعيه ب10 ايام. بيوم الجمعيه امبارح الامور مرت في هدوء وفي سلام ومفيش اي مشاكل. كابتن حسين والمجلس بيحتفلوا بقى بالانتصار، مش عارف على مين، لكن الجمعيه مرت بهدوء، مع ان انا ولا جمعيه سمعت ان فيها نوش. ده شهر الجمعيات ده، والشهر اللي فات بتاع الجمعيات العموميه لكل المؤسسات الرياضيه، فسواء الاتحادات اللي فيها انتخابات او الانديه، انما عدت على هدوء، فالناس مبسوطه ويوم لطيف. واذ بجوميز يقفش، انتوا عارفين فيرب قفش، يقفش قفشه، هو قفشه ورا الزمالك في كل حاجه عشان تبقوا عارفين من وقت 2020. قفش يقفش قفشا مش قفشه. فالراجل قفش 150,000 دولار في الشهر. راحوا له الفتح، تيجي يا جدع انت بجهازك ب 150,000 دولار في الشهر، وهنسدد لك الشهر الجزائي، وهياخد مقدم تعاقد، وجهازه ده كده شاكب راكب بيلمه كده على بعضه ب 15-20,000 دولار. فلما ياخد ال 150 ويزود جهازه 5، يبقى بدل 15 20، واذا كانوا 20 يبقوا 25، يبقى الكل مرضي ولا ايه؟ والدنيا زي الفل، ولا زمالك بقى، ولا راتب متاخر، ولا وجع دماغ، ولا مطلوب منك تكسب بطوله، ولا مطلوب منك الجمهور يقفش على رقبتك، ولا الماتش اللي خسر ده. هو في الفتح كل امنيه الفتح، يعني بصوا، يعني عندهم استعداد يعملوا اي حاجه لجوزيه جوميز، يقعدوا في الدوري، بس يقعدوا في الدوري. هما اخر الدوري السعودي، حاجه لايقه على جوميز بصراحه، اخر الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من 13 مباراه، فهم الاخير في الجدول السعودي. فالراجل رايح الزمالك رجعه للصوره، لان كل الهيستوري بتاعته القديم معظمه كان اقالات من منصبه نتيجه سوء المستوى، انما كان متداري في نجوم الزمالك زي زيزو، زي دونجا، زي عبد الله السعيد، ناصر ماهر، بسلوسي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، فتوح بن تايك، شحاته وعواد الجزيري، مصطفى شلبي. الزمالك برضه فيه اسماء لعيبه كويسه جدا يعني. هتسمع بقى الفترة الجاية أصله هو كان عايز لعيبة والزمالك رفض. هو بينه وبينك برضه اللعيبة اللي جت في الانتقالات دي واللي قبليها اما تغربلهم كده ال 15-16 لعيبة على بعضيهم، ولسه كنا امبارح بنتكلم قبل ما نعرف إنه ماشي، يعني تطلع منهم ب4-5 آخرك. إنما برضه الزمالك معهوش يعني أنشيلوتي يعني 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 انت، يعني ده الزمالك يا راجل قاعد بص يحسبها بالسحتوت عشان يمد عقد جوميز. كان عايز يمد عقده سنه، ولسه تصريحات الدكتور حسام المندوه طالعه امبارح، اول امبارح ولا امبارح، بيقول لك ان مجلس الاداره بالاجماع اتفق على تمديد عقد جوميز، وكان مفترض مرتبه هيزيد من 65 معرفش ل 90 ولا ل 100 ولا لكام. انما مشي اتدرى في الزمالك شويه، رجعوا الزمالك للصوره وخلاص. وبينه وبينك كل واحد خد التاني اللي هو عايزه. هو جاب كونفدراليه وسوبر افريقي، والزمالك اتبسط بيهم،
وهو رجع للصوره وهيروح يقعد له 3 اشهر في الفتح، يمله ياخد 450 الف دولار، وخد ال3 شهور المتاخرين ليه في الزمالك، لان هو كيت يعني ايه، ليه 3 شهور في الزمالك وعليه 3 شهور شرط جزائي. حط ده في ده والسلام عليكم، خلاص عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هياخدوا بقى هناك ال3 شهور بتوع الزمالك دول غير مقدم العقد اللي هياخده. هياخد كام شهرين مثلا؟ ادي 300، ولو عند الزمالك بياخد 65 في 3 يبقى ده 195، وياخد له 300 مقدم، ادي نص مليون دولار، وهيقعد 3 شهور ويمشي ولا 4 شهور، خد مليون دولار في 4 اشهر. يا سلام، ده يقعد عليها 5 سنين من غير شغل دي في البرتغال. السلام عليكم. بعض الزملكاويه اللي هم لازال بيعانوا من امراض الانفصام الشخصي طالعين يتكلموا في الاعلام الزملكاوي يقولوا ان النادي الاهلي هو اللي وراه ابعاد جوميز عن الزمالك. طيب ليه يا جماعه؟ قال لك عشان خايفين من الزمالك يكون قوي لا ياخد الدوري. طب ما هو جوميز بقاله 2 سنين مع الزمالك ما خدش الدوري ليه؟ جوميز كان بيدرب السنه اللي فاتت حتى ما خدتوش المركز الثاني ليه؟ ايه العقليه اللي عند الاهلي عشان يطفش واحد زي جوميز؟ هي مشكله الزمالك في المدرب ولا المدير الفني؟ لا يا جماعه، مشكله الزمالك في الاداره. الاداره نفسها هي مشكله الزمالك. مشكله الزمالك الازليه هي في اداره نادي الزمالك، عمرها ما كانت في مدير فني ولا لعيبه عشان تكونوا عارفين. يعني الاساس في الاول في مشكله الزمالك هي الاداره نفسها. الاداره نفسها على مر العصور الاخيره كلها ادارات فاشله تماما. لو انت عرفت سبب فشلك هتقدر تعالجه لو عندك نية، وبالتالي تقدر تنجح. لكن تلزق التهمة في ناس تانية يبقى انت مش بتدور على علاج. وبعدين تعالوا نتكلم بصراحة، الراجل بقى له 3 شهور ما قبضش وهو بياخد 65 ألف دولار، وبعدين جاي له عرض تاني هياخد فيه 200 وشوية ألف دولار من الفتح السعودي، ده هياخد 220 ألف دولار. وناس مش بتتأخر في الفلوس، يعني انت 65 ومتأخر له 3 اشهر، وبعدين ترجع تلومه لما يسيبك ويمشي. طب على اساس ايه؟ لو عامل شغال عندك وبقالك 3 اشهر ما قبضتوش هيقعد عندك يعمل ايه؟ لو قعدت شهر بس ما قبضتوش يقعد عندك يعمل ايه؟ على اساس ايه؟ دلوقتي جاله عرض من الفتح السعودي والعرض فوري، وانت هو اللي عندك 3 شهور وانت الشرط جزائي 3 شهور، فالدنيا راحت مع بعضها، هيسيبك ويمشي. هو الراجل هنا بتاع فلوس؟ مش بتاع فلوس، بس انت ما بتديلوش. امال هو بيشتغل على اساس ايه؟ يعني ايه بتاع فلوس؟ راجل بيشتغل على اساس ايه؟ على اساس يشتغل مجانا ما ياخدش فلوس يعني، ولما يسيبك تقول له اصل ده بتاع فلوس؟ لا. وتطلع بقى نظريه المؤامره. هم دلوقتي بيتكلموا في الفاضل ان المدرب مضى فعلا في الفتح السعودي. هم دلوقتي مع احد وكلاء اللاعبين بيتكلموا في استخدام جوزيه بيسيرو اللي كان درب الاهلي فتره، او فايلر. هم دول اللي عايزين يجيبوهم. بس طبعا جوزيه بيسيرو بيجي بالكادر بتاعه معاه، يعني هيكلفوا حوالي 300 ألف دولار في الشهر. يعني هم مش كانوا قادرين يدفعوا ال 65 ألف دولار بتاعه جوميز، دلوقتي هيبقوا مطالبين بحوالي 300 ألف دولار. يعني بيسيرو بياخد 180 200 ألف دولار، والطقم اللي معاه بيجي بالطقم معاه اللي هو المدرب ومساعد المدرب وبتاع الإحماء والكلام ده كله بيخش في حوالي 300 ألف دولار. طبعا يا جماعه مش كل المدربين بتيجي، لكن هتيجي تفرض عليه وتقول له خد معاك احمد مجدي، طب خد معاك عبد الواحد السيد، طب خد معاك مش عارف مين. هو ملوش دعوه بالكلام ده، هو ما يعرفش الناس دي، هو معاه ناس متعود عليهم وعلى طريقتهم وهم عارفين طريقته وبينفذوا طلباته. ثانيا المدرب اللي هيجي ده يا جماعه عشان ينجح محتاج صفقات معينه، محتاج اداره معينه، محتاج لاعبين في بعض المراكز. ما هو المدرب مش هينزل يلعب، المدرب مهما كانت امكانياته الخططيه مش هينزل يلعب عشان يجيب الفوز. لا، المدرب محتاج منفذين، لاعبين عندهم القدرة والكفاءة ان تنفذ الخطة، وعايز ادارة محترفة تتعامل مع المدرب بطريقة احترافية توفر له امكانياته. لكن انت دلوقتي طالما ما انتش قد مدرب غالي، روح شوف لك مدرب مصري خد له بتاع 100,000 جنيه في الشهر وخلاص، مرضية والعملية ومتعشية، وممكن تديله اخر الشهر ايه مكافأة ولا بتاع، وكده كده هيتعشى في النادي ولا يتغدى والعملية تبقى سهلة، وهو مدرب وخلاص. وعلى فكرة مش هتتغير النتائج، هي النتائج اللي بيحققها الزمالك هي اللي هيحققها. وحتى المصري انت تقدر تتفاهم معاه لو اخرت له فلوس، كلت عليه فلوس،
مش مشكله، اهو مصري مننا وعلينا والدنيا هتمشي ونضحك مع بعض ونتكلم وخلاص. لكن الاجنبي هيقوم رايح شكيك في الاتحاد الدولي ورفع عليك قضيه ويوقف لك القيد اكتر ما هو واقف. عشان كده انا نصيحتي لمجلس اداره نادي الزمالك بلاش المدرب الاجنبي، لان انت مش هتلاقي مدرب اجنبي على قد فلوسك، ولو جبته دفعت له شهر مش هتدفعه 4. خليك شوف لك مدرب مصري يكون محترم كده وابن حلال، هتديله مبلغ بسيط 100,000 جنيه ولا بتاع ولا 200,000 جنيه حتى، مش مشكله. يعني دلوقتي الدولار ب 50 جنيه، يعني مثلا ال 1000 دولار ب 50,000، فيعني كتير خالص. يعني 50,000 دول اقول لك ايه، يعني 2000 دولار تعملوا 200,000. فعشان كده بقول لك ايه، خليك في المدرب المصري. انما 200,000 دولار تضربهم في 50 انت بتتكلم في مليون جنيه، لا كتير خالص. انا نصيحتي لمجلس اداره نادي الزمالك، شوفوا مدرب مصري على قدكم كده، على قد فلوسكم، يقدر ان هو يتعامل معاكم، وفي نفس الوقت هيقدر يمشي نفسه بالامكانيات الموجوده من اللاعبين. يلعب مره شيكابالا يزعق له، هتمشي الامور كده. عبد الله السعيد يزعق له، ده يشوح له، هتمشي الامور. انما الاجنبي ما بيعرفش الكلام ده، الاجنبي عايز نظام وعايز سيستم، وانتم مش هيمشي معاكم النظام.